هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هعمل لكم ريفيو عن الديودرنتس اللي انا استخدمتها، بما ان احنا في المشتريات اللي فاتت بتاعت نون كنت جايبه 2 ديودرنت. فعشان اقول لكم فكده كده هقول لكم رايي فيهم، فقلت بقى بالمره الم كل الديودرنتس اللي انا استخدمتها واقول لكم رايي فيها، ويبقى الفيديو ايه، مجمع كده. تمام. مش عارفه بقى ابدا بيهم ولا ابدا بالقديم. بصوا انا هبدا من الاول علشان يعني تبقوا معايا كده. بصوا خلينا نبدا باول حاجه، عشان انا مش معايا دلوقتي الازازه بتاعته. المهم يعني هو خلص من زمان قوي، انا بقالي كتير ما جبتوش، اللي هو بتاع ستارفل ده. بتاع ستارفل ده من الديودرنتس اللي عليها تضارب في الاراء كتير قوي. في ناس قالت لا ده وحش جدا جدا وملوش اي 30 لازمه، وفي ناس قالت لا ده حلو جدا. انا بقى من الناس اللي قالت ان هو حلو جدا. انا كنت بستخدم ستارفل لفتره طويله وكان حلو معايا قوي ومفيش اي مشاكل منه خالص. بس بعد فترة، يعني مش عارفة هو السبب ولا لأ بصراحة، بس خليني أقول لكم. بعد فترة بدأ يطلع لي حاجات تحت الجلد كده زي الكور كده، وأنا وفضلت عندي فترة طويلة قوي. فضلت اخد مضادات حيوية وكشفت وحاجات كده، والدكتور قال لي التهاب في الغدد العرقية وحاجات شبه كده. فالمهم كنت انا بستخدم في الفترة دي ستارفل، بس على فكرة كنت بستخدمه قبلها بوقت طويل. فقلت يعني ممكن يكون هو اللي عمل كده مع تراكم الاستخدام. فانا مش عارفه الحقيقه هو السبب ولا لا. لو حد حصل معاه من الديودرنت ده نفس المشكله اكتبوا لي في الكومنتات، يعني عشان نفيد بعض، على اساس ان لو في بنات شافت الريفيو وبرده في حد جربه وحصل معاه كده يبقى كاتب، يبقى هو في الاغلب هيكون السبب. تمام. انا وقفته بقالي فتره. بعدها جبت بتاع نانو تريت اللي هو الرول اون. استخدمته وكان حلو جدا معايا، ما كانش في اي مشكله منه. كنت بستخدمه ساعتها في الشتاء. بعد كده لما بدات استخدمه فتره طويله ودخلنا على الصيف وبتاع، بدات احس ان هو مش بيعمل نفس الافكت قوي. يعني مع الوقت حسيت ان هو لا، مش مديني اللي انا عايزاه قوي. وانا عندي حاجه زي يعني فرط تعرق شويه، يعني الريحه بتضايقني و... وانا ما بحبش افضل كده. ده طول يعني كل يوم مثلا اخد الشاور لازم الديودرنت، قبل ما انزل لازم الديودرنت بتاعي بعد الشاور والكلام ده كله، عشان لما ارجع الدنيا تبقى تمام. فانا ما يعني ما ارتحتش فيه قوي في النزول والكلام ده. خلينا ايه اللي بعد كده. بعدها جبت ايه بقى في وسط اللخبطه كده، وانا قاعده بقى لسه اللي هو بدور ان انا عايزه اشتري حاجه مؤقته وكده. رحت جبت اللي هو بتاع بوبانا ده. تمام. فانا قلت ايه ان هو ما فيهوش كحول ولا املاح معدنيه والكلام ده كله. فقلت ايه خلاص قشطه انا اجيبه واستخدمه في البيت. غير بتاع الخروج يعني مش هيبقى قوي قوي، فممكن يمشيني في البيت ولا اي اندهاش، ما بيعملش اي حاجه. ريحته شبه الصابون، شبه الحاجات اللي هي الصابون والكلام ده. فمش عارفه، هو ما بيعملش اي حاجه للعرق خالص. يعني لو حد بيفكر يجيبه هو رخيص اساسا، فلا هو ملوش اي 30 لازمه. اوعوا تعملوا كده حتى لو رخيص، تضيع فلوسك على الفاضي يعني. تمام. جبت بعدها نانو تريت بقى، زي ما انا قلت لكم عليه قبل كده اعتقد في فيديو من الفيديوهات، بس انا قلت اجيبه معانا بما انه ديودرنت يعني. نانو تريت اللي هو ده مش ديودرنت خالص. ممكن ترشوه كده عشان ريحته حلوه بس. لكن هو مش ديودرنت خالص، يعني هو ما بيعملش اي حاجه لموضوع ريحه العرق ده. وانا كنت بحطه وانزل وارجع الاقي عندي عادي ريحه عرق. هو بصوا هو انا في العادي مش يعني ريحتي مش بتبان في وسط الناس يعني كده، فاهمين؟ بس هو انا لما برجع البيت واجي اغير خلاص، لو الديودرنت مش حلو هيبقى فيه ريحه وانا هشمها بعد كده لما اغير هدومي. فهو ده كان بيعمل كده، ما بيعملش اي حاجه. بعدها قررت ساعتها ان انا اجيب ديرماكتيف. انا يعني مش عارفه هو باين لكم ولا لا، اللي هو بريحه السويت، ايه، سويت كنترول اسمه كده. مش عارفه باين كده ولا لا في الاضاءه. المهم اللي هو غطاء ازرق ده. آه، عارفين ريحه الشابه؟ هو ده انا بحس ان هو ريحته شابه، معرفش ليه. البتاع ده بيعمل لي ريحه عرق اكتر من اللي عندي. معرفش ايه السبب يعني. هو عنده ازمه ولا اللي عندي ازمه؟ اصل في ناس قالت عليه حلو. ف انا بس اللي عندي مشكله ولا في حد تاني كان عنده مشكله معاه؟ يعني ابقوا عرفوني في الكومنتات برضو الموضوع ده، لان هو لا بجد وحش قوي، وحش قوي قوي قوي. على فكره مليان، مش عارفه استخدمه اصلا، بكرهه قوي بجد. نيجو بقى، حلوه نيجو دي.
نيجي بقى للديودرنس اللي انا جبتهم في اخر اوردر، جبته من نون، اللي هو انا قلت لكم كنت جايبه سو ساندي اللي هو شاين ان وايت، مش عارفه باين، يا رب الفوكس يكون شغال، انا بصور بالكاميرا اللي ورا ومش عايزه اقول لكم بقى. ودوت بتاع ترنديف اللي هو بالخمره. بصوا خلونا نبدا بتاع ترنديفا بما اني جربته الاول. بصوا انا جايبه الحاجات دي، طبعا كنت عامله لكم الفيديو ده تقريبا من 3 ايام. المهم خدت شاور وحطيت بتاع ترنديفا وانبهرت قوي، والله مش عارفه اشكر زي انها قالت عليه. يعني انا عندي ازمه في الديودرنت، والله انا حكيت لكم الموضوع ده قبل كده وبعيده لكم تاني. الديودرنت ده ريحته حلوه بطريقه جميله، انا مش عارفه هي دي ريحه الخمره فعلا، يعني انا مش قادره افهم. لو حد جربه يقول لي هي دي فعلا ريحه البرفيوم اللي هو اسمه خمره دوت، عشان اشتري منه لو هي دي الريحه. ده جميل قوي بجد، انا ما جربتوش. المهم البرفيومات، الديودرنت حلو قوي قوي قوي. ال 24 ساعه عدوا حرفيا مفيش ولا ريحه عرق تماما، ولا نقطه عرق ولا ريحه عرق، مش ولا نقطه عرق مش عرقانه، لا مفيش ريحه عرق، بتعرقي عادي، مفيش حاجه اسمها تسد العرق. بس الغريب بقى، واللي انا مش عارفه انا ما جربتوش قبل كده، ان الديودرنت ريحته فضلت لحد ما اخدت شاور تاني يوم في الجلد. مش يعني انا فضلت اول يوم بعد ما اخدت شاور كذا ساعه كل لما اجي ارفع ايدي اشم الريحه. يعني انتوا عارفين الموضوع ده بيبقى عامل ازاي، حاجه جميله جدا الواحد تبقى ريحته نظافه طول اليوم. ده كده. بعد كده الريحه ما بتفضلش تطلع، بس لو جيتوا حطيتوا ايديكوا، لا هو لو رفعتوا كده وجيتوا تشموا بقى وبتاع، لا هتلاقوا ريحه برضو. يعني ايه ده، لا بجد حلو قوي. فلا يعني جربوها هيعجبكم، اكيد هيعجبكم ان شاء الله. انا عارفه ان الديودرنتس برضو بتختلف من شخص لشخص، بس المهم يعني ان هو حلو قوي للناس اللي عندها مشكله مع ريحه العرق. ده جميل 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 جدا بالنسبه لي، وان شاء الله يعجبكم لو جربتوه. تمام. نيجي بقى بتاع سو ساندي اللي هو زي ما قلت لكم شان ان وايت. الريحه دي اسمها فانتوم. الريحه دي شبه حاجه، مش عارفه، شبه حاجه رجالي كده شويه، مش عارفه ليه انا حاساها كده، بس هي مش رجالي على فكره. هو المهم ان هو بجد جميل جدا برضه، نفس فكره ترنديفا، وبرضه ريحته بتفضل كده شويه وال 24 ساعه عدوا اكتر من 24 ساعه بنفس الديودرنت، من غير اي حاجه، من غير مثلا بعد 8 ساعات مثلا ناخد شاور تاني او احط تاني منه، لا الديودرنت بيقعد حمايته ال 24 ساعه كامله، وتعدي ال 24 ساعه كمان. ولو في شتاء والله يقعد اكتر من كده، بس طبعا احنا بناخد شاور كل يوم مش محتاجين يعني، فاكيد هنحط منه كل يوم. بيعمل اللي عليه وزياده قوي، وكان نازل ب 100 جنيه على نون، فاكيد اكيد لازم تجربوه، روحوا اشتروه بجد والله من غير تفكير، وان شاء الله يعجبكم تدعوا لي يعني. بس فدي كانت كل الديودرنتس اللي معانا النهارده، وان شاء الله اكون مجربه بقيه الحاجات اللي انا جبتها برضو المره اللي فاتت غير الديودرنتس، وهعمل لكم فيديو بالريفيوهات بتاعتها، واستنوني الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.